تخيل انك واقف في غابة واسعة ضلمة ومفيش فيها اي صوت، هدوء تام ممكن يخدعك وتفتكر ان الغابة فاضية او امنة، بس الحقيقة غير كده خالص. الهدوء ده هو اكبر كذبة. الغابة دي مليانة صيادين، كل واحد فيهم ماسك سلاحه كاتم نفسه ومستخبي ورا شجرة. ليه ساكتين؟ لانهم عارفين قانون واحد بس بيحكم المكان ده: اي مخلوق هيعمل صوت هيكشف مكانه وهيموت. النهاردة هنتكلم عن نظرية هتغير نظرتك للسماء، نظرية بتقول اننا مش لوحدنا، احنا بس الكائن الوحيد المتهور اللي بيصرخ وسط صمت الرعب. اهلا بيكم في نظرية الغابة المظلمة The Dark Forest Theory. عشان تستوعب حجم الرعب اللي في النظرية دي لازم نسأل السؤال المنطقي اللي حير العلماء: هو فين الباقي؟ أو زي ما العالم فيرمي سأل سنة 1950: Where is everybody؟ بص للسماء، مجرتنا لوحدها فيها مليارات النجوم، وإحصائيا المفروض يكون فيها ملايين الحضارات الذكية اللي سبقتنا بملايين السنين. يعني المفروض الفضاء ده يكون زحمة مليان إشارات راديو وسفن فضاء رايحة جاية، لكن لما بنوجه تلسكوباتنا بنلاقي صمت مطبق. التناقض الغريب ده بين الأرقام الضخمة وبين الواقع الصامت هو ده اللي بنسميه زي فيرمي بارادوكس أو مفارقة فيرمي. إجابات كتير اتقالت لطمأنة الناس زي المسافات البعيدة أو يمكن إحنا أول ناس، لكن في إجابة واحدة بس بتخليك تعيد حساباتك وتشك في كل حاجة. إجابة بتقول الكون مش ساكت عشان فاضي، الكون ساكت عشان مرعوب. الكاتب ليو تسيشن بيبني لنا النظرية دي على أساسين مفيش حضارة عاقلة تقدر تتجاهلهم. الأول إن البقاء هو الغريزة الأساسية لأي كائن، والتاني إن الموارد في الكون محدودة وعليها صراع. وهنا بتظهر الكارثة النفسية اللي بتخلي الحضارات تتحول لوحوش، حاجة بنسميها سلسلة الشك. ركز معايا في دي، لو احنا اكتشفنا حضارة تانية بكرة احنا ما نعرفش نواياهم، وحتى لو افترضنا انهم طيبين ومسالمين، هل هم ضامنين اننا احنا طيبين؟ طب بلاش. طب لو هما طيبين واحنا طيبين، هل هما واثقين اننا مش هنتطور كمان 100 سنة ونبقى خطر عليهم وناخد مواردهم؟ في الفضاء مفيش متحدة ومفيش تفاهم، المسافات بتخلي الرسائل تاخد سنين عشان توصل. عشان كده الحل الرياضي والمنطقي الوحيد لأي حضارة متقدمة بتراقب الكون هو الضربة الاستباقية. يعني بمجرد ما تلمح وميض لحضارة تانية لازم تمحيها فورا قبل ما تكبر، مش عشان الحضارة دي شريرة أو بتكرهنا، لا خالص، هي بس عايزة تطمن إنها تعيش، وده الطريق الوحيد للأمان. وده بيوصلنا لجوهر النظرية وتشبيهها المرعب: الكون هو الغابة المظلمة، وكل حضارة هي عبارة عن صياد مسلح بيمشي بحذر شديد بيكتم أنفاسه عشان ما يتكشفش. في الغابة دي وجود الآخرين هو الخطر الأكبر، أي صوت أي حركة أي إشارة بتكشف مكانك للصيادين التانيين. لو صياد شاف غصن بيتحرك مش بيسأل من هناك، هو بيطلق النار فورا وبعدين يفحص المكان. عشان كده الكون ساكت. الحضارات العاقلة اللي قدرت تنجو لملايين السنين هي الحضارات اللي اتعلمت الدرس القاسي: اخرس لتعيش. طيب لو الكون كله عبارة عن صيادين مستخبين ومرعوبين، مين بقى الكائن الظريف اللي ماشي في نص الغابة مولع كشاف نور وبيصرخ بأعلى صوته؟ للأسف ده إحنا البشر. من أكتر من 125 سنة، وتحديدا من وقت اختراع الراديو وبداية البث، وإحنا بنضخ موجات راديو للفضاء في كل اتجاه بناء عن وجودنا. ومش بس كده، إحنا بعتنا دعوات رسمية كمان، مركبة زي فويجر شايلة اسطوانات عليها عنوان الأرض بالتفصيل وصورنا وصوتنا وكمان موقعنا بالنسبة للنجوم. تخيل السخرية، احنا عاملين زي اللي بيبعت اللوكيشن لقاتل محترف وبنقول له احنا هنا كوكبنا جميل عندنا مية كتير وجيشنا لسه ما طلعش بره الغلاف الجوي، ما تيجوا تزورونا وتتسلوا شوية. العالم ستيفن هوكينج كان دايما بيحذرنا من السذاجة دي، وكان بيشبه الموقف ده بلحظة وصول كولومبوس لأمريكا. ساعتها السكان الأصليين استقبلوه، بس النتيجة كانت كارثية عليهم وانتهت بإبادتهم واحتلال أرضهم. نفس السيناريو ده ممكن يحصل معانا لو حضارة متطورة زارتنا. احنا بنتصرف زي طفل تايه في غابة مليانة وحوش وفاكر ان صراخه هيجيب له المساعدة، بس الحقيقة هو بيمضي وثيقة وفاته بإيده. في النهاية نظرية الغابة المظلمة ممكن تكون مجرد فرضية، وممكن تكون هي الواقع اللي احنا مش عايزين نصدقه. الكاتب آرثر سي كلارك لخص الكلام ده في جملة عبقرية قال فيها: يوجد احتمالان، إما أننا وحيدون في الكون أو أننا لسنا وحيدين، وكده الاحتمالين مرعب بنفس القدر. يقصد اننا لو لوحدنا فدي وحدة قاتلة ومسؤولية ضخمة، ولو مش لوحدنا فاحنا في خطر حقيقي. والسؤال اللي هسيبك تفكر فيه: لو القرار كان في ايدك انت، هل نغامر ونفضل نبعت رسايل ونصرخ في الفراغ، ولا المفروض نطفي النور ونلتزم الصمت التام وندعي ان محدش يكون خد باله من وجودنا؟ اكتب لي في الكومنتات، هل الصمت نجاة ولا موت بالبطيء؟